السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على نبينا محمد واكثروا من الصلاة عليه وأكثروا من التسبيح والحوقلة والاستغفار. أستغفر الله وأتوب إليه عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. قصتنا اليوم هذه يرويها دكتور عراقي، يقول: أنا من منطقة الفلوجة، وهاجم علينا جيش الحشد الشيعي في العراق، وشرد أهل الفلوجة، واتجهنا جميعا إلى حدود الأردن، وطلبنا من الأردن الدخول ورفضت الحكومة الأردنية. يقول: بعد ذلك جاءت 3 طائرات من السودان وقامت بنقلنا جميعا إلى شمال السودان، وعندما وصلنا هناك تم تسكيننا في بيوت وإعطانا مبالغ مالية وتعيين كل حسب تخصصه في السودان. يقول: أنا هاجرت إلى أمريكا وجلست هناك 2 وبعد 2 خدت إجازة، رجعت إلى السودان لأرى أهلي وأقاربي. فيقول: كنت ناوي أروح مشوار إلا بشاب دمث الأخلاق سوداني يقول: هل تسمح لي أن أنظف الزجاج الكلامية؟ قلت له: تفضل بكل ترحاب. يقول: عندما نظف الزجاج الأمامية أعطيته $20. قال: أنت إذن جاي من أمريكا؟ قال: نعم. قال: أنا لا أريد $20، أنا أريد تشوف لي منحة لأن أمريكا تمنح المتفوقين في الجامعات الأمريكية. قلت له: بس أنت الآن على سن كم سنك؟ قال: سني 16. قلت: أنت الآن تعتبر في الكفاءة؟ قال: لا، أنا والله الحمد من النوابغ، وقررت المدرسة أني آخذ الثانوية بعد اختبارات عدة. قلت له: أجل هيا. يقول: ارتحت للشاب. قلت له: اركب معي نروح ناكل في مطعم. وخلال حديثي معه وأنا جالس معه في المطعم قال: أريد غداء لأمي وأختي. فوجدت الرجل هذا ذكي ويجيد بطلاقة اللغة الإنجليزية. قلت له: من يصرف عليكم؟ قال: أمي تعمل طباخة في إحدى المنازل، وأنا وأختي نسعى حتى نجمع رزقنا. فقلت له: اجمع أوراقك وارسلها لي في البيت. جابها لي. يقول: بعد 6 شهور وتيجي موافقة، وأتصل عليه: ترى موافقة عليك للجامعة. يقول: صار يبكي من شدة الفرح هو وأمه وأخته. يقول: جاء الشاب لأمريكا. لما وصل أمريكا دخل إحدى الجامعات، بعد 2 عمل بحث عن التكنولوجيا الحديثة، وتم نشر بحثه في صحيفة نيويورك تايمز. يقول: قامت زوجتي بدون ما أدري أنا ولا يدري هو، وأرسلت فيزة زيارة لأمه وأخته، ولما جاء تفاجأ بهم، ومن شدة الفرح ما قدر لا يبكي ولا يقدر يتكلم لذهول الموقف اللي حصل له. يقول: استمر ما شاء الله وتخرج من الجامعة. يقول: وأنا في بيتي أتغدى أنا وزوجتي وعيالي أطفالي، إلا فاجأت بهذا الرجل الذي يقوم بتمسيح سيارتي. فخرجت فإذا هو السوداني الدكتور، فعانقته بفرح. فقال: يا دكتور، أنا لا أريد أنسى أنني كنت أمسح السيارات، ولا أنسى موقفك لي مدى حياتي. فيقول: هو الآن بروفيسور اسمه الدكتور خالد عمر الدنقلاوي،
يعمل في أكبر الجامعات، اسمع إن لم أكن واهم هارفرد، ويدرس عنده أبناء دول الخليج. والدكتور هذا يساعد هؤلاء الطلبة والطالبات. قصة كفاح لطبيب رجل يحمل درجة بروفيسور من كان يمسح سيارات. أرجو أن تحوز القصة على إعجابكم.